النهارده هنتكلم عن جرثومة المعدة والأعراض بتاعتها وطرق العلاج. خلينا الأول نعرف إيه جرثومة المعدة. جرثومة المعدة هي بكتيريا حلزونية بتصيب جدار المعدة وبتعمل فيه التهابات تصل ل 12. طب إيه الأعراض اللي ممكن نقول بيها إن أنت مريض جرثومة المعدة؟ ارتجاع في المريء والحموضة وشعور ألم في أعلى البطن وشعور بالامتلاء، وكمان بيوصل لصعوبة في التنفس. كمان بيجي لك غازات وانتفاخات في القولون. فلو عندك كل الأعراض دي يفضل إن أنت تعمل تحليل لتأكيد إذا كان عندك جرثومة المعدة ولا لا. طب إيه التحاليل المطلوبه منا؟ في 3 تحاليل عن طريق التنفس، اليوريا بريث تيست وده الادق والافضل، ويليها تحليل البراز او الستول اللي هو اتش بايلوري انتيجين، ويليها عن طريق الدم وده اقلهم دقه اللي هو اتش بايلوري انتي بودي. طيب ايه مضاعفات جرثومه المعده؟ مضاعفات جرثومه المعده ان هي بتصل للقرحه، وكمان ساعات بتعمل اورام في القولون وفي المعده. انا المفروض ازاي اتجنب او ايه الحاجات اللي المفروض المريض يتجنبها لو هو مصاب بجرثومه المعده؟ قهوه والمنبهات ومشروبات عاليه الطاقه لوجود الكافيين، ويتجنب الأطعمة الحريفة والحراقة زي الشطة والبهارات، ويتجنب السكريات والحلويات والأكلات الدسمة علشان هو كده بيرهق المعدة وبيسبب لها عسر هضم أكتر ما هي تعبانة أصلا.